نقلا عن إسرائيل اليوم أن الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في جميع الجبهات ويستعد لعملية كبيرة في إيران. إذا محمد، ربما لازلت معنا محمد خيري، وأن نحن نتابع هذه الأخبار نقلا عن إسرائيل اليوم. إذا وكانت قالت أن إسرائيل في مواجهة مباشرة مع إيران وأنها تستعد لعملية كبيرة في إيران. نعم، وقبل قليل أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل لن تمرر ما قامت به إيران بإطلاقها أكثر من 200 صاروخ باتجاه المناطق الإسرائيلية. وقالت المصادر أن إسرائيل تتوقع التعاون مع الحلفاء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. والآن وقبل قليل وصل قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي إلى إسرائيل، وهو يجري نقاشات مع وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتز هاليفي وقيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن الخطط التي وضعها الجيش الإسرائيلي حول للرد على إيران. ولكن هناك توقعات في إسرائيل بأن إيران، وفي حال ردت إسرائيل على إيران فإن إيران سترد مرة أخرى، ولذلك جاءت حالة التأهب والاستنفار في كامل الأراضي الإسرائيلية، لأن إسرائيل تعتقد من طرفها بأن إيران لن تمرر ما سيجري مرة أخرى، على اعتبار بأن إيران هي التي ردت في البداية على الانتهاكات الإسرائيلية. ولذلك أيضا هناك حديث عن نية إسرائيل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي خلال الفترة القادمة. هذا الحديث لا يزال حتى هذه اللحظة غير مؤكد من الجهات الرسمية، إلا أن كثيرا من الإعلاميين الإسرائيليين باتوا يتناقلون هذا الخبر، وهو يندرج كما يبدو في حالة الاستنفار التي أعلنت الآن في كافة المناطق الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل تعتقد بأن ردا من قبل إيران على هذا الهجوم المتوقع سيكون أكبر وأضخم، خاصة في ظل تقديرات من المستوى العسكري والأمن الإسرائيلي بأن الصواريخ التي استخدمتها إيران خلال هجومها الأخير على إسرائيل لم تكن هي الصواريخ التي بحوزة إيران فقط، بل لديها صواريخ أكثر تقدما من شأنها أن تسبب أضرارا كثيرة لإسرائيل. وذلك بعدما كشف الجيش الإسرائيلي عن تعرض عدد من قواعده وبخاصة نيفاتيم وتال حاي إلى أضرار جسيمة نتيجة الصواريخ التي أطلقت من الأراضي الإيرانية. بالتالي إسرائيل أعلنت الآن حالة التأهب القصوى في جميع مناطقها، وبخاصة لدى سلاح الجو الإسرائيلي ومنظومات الدفاع الجوي المختلفة، القبة الحديدية ومنظومة حيتس ومقلاع داوود. هذه المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تقول إسرائيل إنها استطاعت خلال الهجوم الماضي صد عدد لا بأس به من الصواريخ، وضعت بأكملها تحت حالة الاستنفار القصوى، ينضاف إليها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي من أجل الدفاع عن إسرائيل في حالة هجوم مماثل. ولكن تصريحات الجيش الإسرائيلي لا تزال تؤكد للإسرائيليين بأن الدفاع عنهم في وجه مثل هذا الهجوم لن يكون محكما وليس كبيرا للغاية. ولكن إسرائيل الآن تقول على لسان قيادات في الجيش إن أفعالها هي التي ستتحدث عن نفسها. هذا ما قاله مصدر عسكري كبير قبل قليل للقناة 13 الإسرائيلية. واضح أن إسرائيل تبلور خطة من أجل ضرب أهداف إيرانية.